عندك مليون سؤال. قلقي انا اكتر من قلق اي حد في هذا الموضوع في 3 حتت. جايز في ناس يتكلموا ايه، يقول لك بقى بس مش هننزل البحر. ماشي يا عم، البكيني خلاص كان مقطع، ماشي انا فاهم، حريات شخصيه، عايز تنزل البحر بالمايو بتاعك. واحد يقول لك ايه، والخمره اشرب زي ما انت حر، ربنا هو اللي يعني دي مش انا اللي واقف عندها، مش هي دي اللي بتغير شعوب. او حد يقول لك ايه، هيحجبونا ومش عارف ايه وبتاع. اغلب ستات مصر محجبات. انا واقف عند 3 حاجات مهمه، وهي دي الاساس بالنسبه لي: التعليم والاعلام والثقافه. 3 حاجات دول هم اللي بيعملوا عقل البني ادم. هل سيبدأ تشكيل عقل المصريين بطريقه مختلفه ولا بطريقه صح؟ يعني انا هجيب المناهج واجيب التاريخ واعمله زي ما انا شفته؟ هل انا هجيش اعلام الدوله ان يكون الامر هو ما يجعلك تفكر ان هناك رأي واحد وان الشورى والخروج على الجماعة وهذا الكلام؟ وانا شفت على فكرة الاسبوع اللي فات ده اعلاميين كبار شغالين في الفيلم ده ابتدوا يبشروا المباخر بقى، ورقيتك واسترقيتك من عين الحزب ومن عين كده، ابتدوا يقولوا ايه، تعالوا نشوف يعني بقوا كلهم فقهاء اسلاميين. انا بقول لكم الكلام ده عشية فوز الحرية والعدالة. حطوا تحت دي 100 خط ولا اخشى شيئا، لاني عارف في النهاية كمان انه ما عادش ينفع كده، ما عادش ينفع حد يقول لك بس يلا مفيش الكلام ده خلاص. هنزل اقعد لكم في ميدان التحرير ملط زي عليا المهدي كده عشان صفحتك يجي عليها خلاص، ما هو ما فيهاش غير كده. فانا بس بقول لحضراتكم ان الاعلام والتعليم والثقافه خايف عليهم. هتعلمني ازاي؟ انا مش واقف قوي عند فكره الحجاب والمش عارف نقاب وبتاع وكل ده، انا مش واقف عنده.